جايه لكم النهارده بقى بالفراخ الخطيره اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. الفراخ دي صدور فراخ كامله حشيتها حشوات مختلفه، بجد طلعت معايا جوسي ووهميه جدا. جبت صدور الفراخ الكامله، شقتها كده من النص نصين زي ما احنا شايفين. بعد كده تبلتها بشويه ملح وفلفل وبابريكا وبودره بصل، قلبت فيهم التوابل كويس قوي وعملت الحشوات بقى بتاعتي. هنا حطيت جبنه وحطيت سلامي، طماطم، بصل اخضر، زيتون، ممكن نحط هالوبينو، بسطرمه، اللي انتوا عايزينه تماما. يعني انا نوعت بينهم زي ما انتوا عايزين. السر بقى في الخلطه اللي انا هحطها فوق. انا هنا رصيتها في الصينيه بتاعتي. بعد كده بقى الخلطه اللي بقول لكم عليها، عملت زبادي مع شويه صلصه، شويه زيت زيتون، ملح وفلفل وبابريكا وبودره بصل وحبه عسل ابيض. هنقلب كويس قوي وهرش الخلطه دي فوقيها. بجد الخلطه دي هي اللي هتميزها عن اي حاجه. طلعتها بعد نص ساعه وساعه الا ربع تقريبا بالمنظر ده، ورشيت شويه جبنه، سبت الجبنه تسيح، هتطلع معانا بالمنظر التحفه اللي انتوا شايفينه ده. بجد خطيره جدا وطعمها طري جدا، مش ناشفه خالص. بصوا كمان من جوه مستويه ازاي. جربوها ومش هتندموا.